السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض الكيكه الياباني الخطيره اللي انتوا شايفينها دي هنعملها ازاي بكل سهوله ومن غير افتكاسات، وبنعملها بالحاجات اللي عندنا سهله جدا. تعالوا بقى. طبعا انا كمان ما عنديش هنا الصينيه المقاس الصغير قوي اللي هم بيعملوا فيها، عملت في اللي عندي وخلاص، مش هعقد نفسي واقول مش عارفه اعمل. شايفين بقى بجد طلعت النتيجه حلوه جدا، طلعت زي اللي بنشوفها بالظبط، وعجبت الولاد جدا عندي ما شاء الله. خلصت في وقتها، مش هقول لكم قعدت اليوميها، خلصت على طول. بصوا بقى بتتهز زي الجيل ازاي، بجد كانت حلوه جدا التجربه. شايفين بقى زي ما بنشوفها بالظبط عند اليابانيين في المصانع، بجد حلوة قوي. اول حاجة قبل ما نبتدي في الحاجة بتاعتنا خالص لازم نجهز الصينية. اول حاجة لازم نجهز صينيتنا الاول. هقص الورقة بتاعتنا زي ما بوريكم كده، وباخد من نص الصينية وبقوم واخدة مقاس القاع بتاع الصينية بتاعتنا. المفروض ان هي بتتعمل في صينية مقاس 15. انا طبعا عندي اصغر صينية مقاس 22 اللي هي بتاعة التورت، وكمان عندي صينية عالية قوي. تمام. حطيت ورقة اللي هي في القاع من تحت، وبعد كده بحط ورقتين في الجناب يكونوا اعلى من الصينية. هي كده كده انا بحط الورقة عشان بس ما تبقاش لازقة في الصينية واعرف ان انا اطلعها. معايا هنا دول 4 بياض بيض، هحطهم في نفس البولة اللي أنا هخفق فيهم. تمام. معايا بقى 165 جرام من الجبنة الكريمي الغير مالحة، ومعايا كمان هنا 45 جرام من الزبدة الغير مملحة. حطيتهم على حمام بخار، حلة كده فيها مية، وحطيت الطبق على المية على الحلة من فوق، ورحت نازلة ب105 جرام من الحليب أو اللبن. تمام. دابوا معايا خالص على النار، رحت واخداهم بقى على الرخامة بنفس الحلة، ورحت بقى نازلة ب4 من صفار البيض، وب7 أكياس فانيليا. 7 أكياس فانيليا، أو ممكن كمان تحطي 8 أكياس فانيليا. مهمة جدا الخطوة دي، ان انا بعد ما قلبت البيض بالراحة جدا زي ما شفتوا بقوم بصفيه. تمام. جبت بقى هنا حطيت ايه؟ حطيت 15 جرام من النشا، وعليهم 30 جرام من الدقيق. معلش هنا الوصفة بتاعتنا لازم تتقال بالجرامات. وقلبتهم بقى بالراحة كويس، ورحت بقى سايبهم على جنب. هاجي بقى هنا الخطوة اللي بعد كده، بياض البيض. هقوم مشغلة بقى المضرب الكهربائي او العجين زي ما انت شايفة كده اللي هو المضرب، واحط عليه عصير ليمونة اللي هو بيعادل 8 جرام من عصير الليمون. تمام. 8 جرام من عصير الليمون. وعندي بقى هنا 75 جرام من السكر، هنزل بيهم على 3 مرات. انا هنا مشغله السرعه بتاعتي العاديه السريعه. وبعد كده بعد ما البياض البيض يوصل معانا زي الكريمي كده، هقوم عامله بقى لمده دقيقتين، اخفق فيهم بالراحه جدا لمده دقيقتين على اقل درجه خفق عندك. تمام. بصي هنا البياض البيض بقى عامل ازاي زي الكريمه، تقلبيه ما بيقعش. بصي هنا بوريكي اهو برضو، وبطقت لك الصوره الطبيعيه. هتقلبي الاسباتيولا بتاعتك وفيها الخليط بتاع المارينج ده. خلاص ما بيقعش منك. هبدأ بقى اخد الخليط ده بتاعي، هنزله على الخليط الصفار بتاع البيض على 3 مرات برضو زي ما عملنا بالسكر. وخلي بالك اقلب من تحت لفوق وبالراحة جدا. الخطوات دي مهمة جدا علشان ما تبوظيش الكيك بتاعك. خلي بالك ان هو ما فيهوش بيكنج باودر، فهو السمك اللي هتدخليه هو اللي انت هتاخديه. تمام. نزلته على 3 مرات. بصي انا هنا وريتك انا الصوره بقى الاصليه بطيئه جدا ازاي، وباخد من تحت على فوق لحد ما تلاقي الخليط امتزج مع بعضه، ما اقلبش تاني خالص. اجيب بقى الصينيه بتاعتي، ابدا انزل بالخليط بتاعي وهضم مدخلاه على الفرن. التسويه هنا مختلفه جدا، ولازم تعرفي بعمله كده بخل عشان اطلع اي فقاعات هواء. هجيب صينيه احط فيها ميه مغليه، واقوم حاطه الصينيه دي فيها. تمام. التسويه بتاعتي بقى، اول حاجه هشغل الفرن قبلها بربع ساعه على الاقل، ويكون سخن جدا. هدخله تلت ساعه ليكون الفرن بتاعي على الرف الاولاني زي ما انت شايفه، لمده تلت ساعه على درجه حراره عاليه خالص، اعلى حاجه عندك في الفرن. بعد كده هوطي على اقل درجه فرن عندك، هيقعد لمده ساعه. بعد كده هتشوفي زي ما وصل معايا في الفرن كده ما وريتهولك. هقوم قافله بقى الفرن، وبعد كده هتقومي سايبه الفرن بابه مفتوح شويه صغيرين، وتسيبيه لمده نص ساعه لما تهدى. وبعد كده خرجيها بقى وشيلي ورق الزبده. وبألف هنا وشفا على قلبكم. عجبكم الفيديو لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. مع السلامه.